إلى الفن السابع، حيث أسدل الستار على الطبعة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. طبعة كللت بنجاح باهر وبإشادة واسعة من الجمهور والضيوف المشاركين على حد سواء. التقرير لبشرى بحمد والتغطية لحسام الدين العبيدي. بالتتويجات والتكريمات أسدل الستار على الطبعة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي وسط حضور غفير للجمهور ووجوه سينمائية عربية وأجنبية. دورة مميزة لاقت استحسانا كبير من الضيوف المشاركين، أين عبروا عن إعجابهم الكبير بالبرنامج المستتر على هامش التظاهرة وبلجان التحكيم الذي تم اختيارهم. يعني دورة مميزة، عدد الأفلام لا بأس به، لجان التحكيم من أفضل ما يكون، أسماء كبيرة جدا في صناعة السينما في العالم، ودي حاجة ما بتتوفرش لمهرجانات كتير. كانت تجربة جيدة، الناس هنا مرحبون جدا، قضينا وقتا رائعا مع سكان عنابة، المهرجان كان رائع وأنا جد سعيد بوجودي هنا وضيف في الجزائر. المنظمون أكدوا أن المهرجان رفع تحديات كبرى لجعل هذه الطبعة مميزة ليكلل في الأخير بالنجاح وبحسب التوقعات. كما أشاد الجمهور العنابي بشكل لافت بالأفلام المشاركة في الطبعة الخامسة، خصوصا فيلم زيغود يوسف الذي حاز على إعجاب الحاضرين بشكل كبير. المهرجان رفع تحديات كبيرة جدا، يعني من خلال نوعية الأفلام، نوعية الضيوف، برنامج مكثف، يعني 90 فيلم متوجين بالأوسكار، كانوا حاضرين معنا أسماء ثقيلة جدا في عالم السينما. اليوم مهرجان عنابة يجد نفسه في خريطة المهرجانات العالمية في المنطقة. يعني كما كنا نحلموا ابوبري نقول سا سي باسي الحمد لله. هي كانت مسؤوليه كبيره وكان تشالنج كبير. المهرجان كان جد رائع، فيلم زيغود يوسف اللي يعني اثر فيا جدا جدا جدا. كنا حاضرين اليوم في مهرجان عنابة للفيلم المتوسط. انا شخصيا اتيت لمشاهده فيلم زيغود يوسف الذي كان فيلم في القمه، وتحيا عنابة وتحيا سينما. الجدير بالذكر أن الطبعة الخامسة لمهرجان عنابة شهدت مشاركة 151 ضيف يمثلون 31 دولة من مختلف أنحاء المتوسط وخارجه، ما يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها المهرجان سواء على المستوى الوطني كمحطة لدعم السينما الجزائرية أو المستوى العالمي كفضاء للتبادل الثقافي والفني.